Now, I'm not saying money buys happiness. That's not true. It doesn't. I've been rich and miserable, okay? But a lot of money is a passport to fucking misery. جوردن بيلفورد الراجل ده قدر يتحول من ان هو شغال بيبيع ايس كريم على البحر ان ثروته توصل ل 400 مليون دولار ويكون اغنى سمسار اسهم في العالم في خلال سنتين بس. Act as a wealthy man, rich already, and you'll become rich. Act as if you have the answers and the answers will come to you. Act as if. بيلفورد وصل للفلوس دي كلها عن طريق البيع، بس مش البيع اللي انا وانت نعرفه اكيد. البيع اللي وصله ان يكون مالتي مليونير معاه قصر ويخت وطياره هليكوبتر خاصه وفلوس ملهاش اول من اخر هو بيع الوهم. جوردن بيلفورد اتولد في عيله تحت المتوسطه بشويه، طول حياته من وهو صغير كان نفسه يكون غني ومعاه فلوس كتير، فعشان كده حاول ان هو يمشي في الطريق اللي متعرف عليه يعني ان هو بيجيب فلوس. قعد يذاكر عشان يبقى دكتور وكان شايف ان طب الاسنان هو الحل، وعشان كده بعد ما جمع 20,000 دولار من بيع الايس كريم على البحر قام واخد كل الفلوس دي وراح مقدم في جامعه ميرلاند ودخل كليه طب الاسنان. ومن اول هنا جوردن حس انه خلاص حلمه اتحقق وهيوصل للفلوس والثراء الفاحش. لكن بتحصل حاجه غريبه، انه من اول يوم دراسه ليه في الكليه ساب الكليه، وده بسبب ان اول محاضره ليه الدكتور اللي كان بيديهم المحاضره قال ان زمن طب الاسنان خلاص انتهى، ولو انت جاي الكليه دي على اساس انك تبقى غني منها وكده فروح بيتكم احسن. جوردن بعدها قعد يحاول في كذا مشروع، بس كان دايما المشاريع دي بتفشل، لغايه لما جات له فكره كده، هو انا ليه ما بقاش سمسار بورصه؟ في الثمانينات ان انت تشتري اسهم ما كانتش بالبساطه اللي هي دلوقتي، يعني ان انت يكون معاك موبايل وتخش تشتري وخلص الموضوع. لا، الموضوع كان اصعب شويه. في الوقت ده كان في حاجه اسمها سمسار اسهم. كان الموضوع بيبدا ان انت بتلاقي سمسار بورصه بيكلمك في التليفون بيحاول ان هو يقنعك ان مثلا سهم شركه ابل هيرتفع، فانا بنصحك انك تشتري يعني وكده، فانت تشتري. في الوقت ده لو انت كنت عايز تبقى سمسار اسهم معاه فلوس كان لازم يكون عندك مهاره عاليه قوي في ان انت تقنع الناس انها تشتري، من الاخر يعني تبقى كلمانجي، تعرف تبيع. وهي دي كان اكتر حاجه جوردن بيلفورد كان بيتميز بيها عن اي سمسار في وول ستريت. جوردن كان اذكى واشطر واحد في وول ستريت بيعرف يقنع الناس انها تشتري. كان عنده سحر رهيب في ان هو يبيع الاسهم للعملاء، وده على حسب كلامه بسبب حاجه واحده بس، ان هو كان عارف ازاي الناس اصلا بتشتري. الناس مش بتشتري بالمنطق، بتشتري بالعاطفه، بعدها تبرر اختياراتها بالمنطق. ومن الاستراتيجيه دي جوردن وصل ان هو يبقى اغنى سمسار اسهم في العالم في الوقت ده. القصه اللي انا حكيتها لك دي قصه فيلم النهارده، ذا وولف اوف وول ستريت. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26 as the head of my own brokerage firm, I made $49 million. الاوبننج سين في ذا وولف اوف وول ستريت كانت قويه جدا. المخرج العبقري جدا 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 مارتن سكورسيزي كان عايز في الاول كده يسلط الضوء على الشخصيه. احنا داخلين على فيلم مدته 3 ساعات، انا لو ما لحقتكش في الاول كده فانت غالبا هتخلع بعد ربع ساعه من بدايه الفيلم اصلا، فكان لازم في الاول كده يشد انتباهك ويبدا كده بدايه سخنه شويه. فانت من الاول خالص كده بتسمع ليوناردو دي كابريو بيكلمك وبيعرفك على نفسه وبيكلمك عن رحله حياته، والكلام كله كان محدد يعني، ومش اي كلام وخلاص. كلامه كله كان ان هو عايز يعرفك هو قد ايه غني وقد ايه شخص جامد، عشان في الاول كده تتشد ليه. عشان كده هتلاقيه بيقول لك في البدايه انه وهو عنده 26 سنه عمل 49 مليون دولار. بس ثانيه يعني ما تتفاجئش، عشان الرقم ده اصلا كان مضايقه جدا. سكورسيزي بقى عشان يبدا بدايه قويه استعان بستايل في التصوير اسمه التراكنج، وده هتلاقيه في كذا مشهد في الاوبننج. والستايل ده لازمته انه بيخليك رايح مع فكره ان المشهد كله متمحور حوالين الشخصيه اللي قدامك دي، فكأن الكاميرا هي اللي بتجري ورا الشخصيه. وبرضه هتلاقي سكورسيزي عمل كذا لقطه كان مقرب فيها الكاميرا من وش ليوناردو، وهو عمل الموضوع ده عشان يقوي فكره انك تاخد بالك ان ليوناردو وهو بيتكلم معاك بشكل مباشر، اللي هو ما تسرحش، فاجباري بيخليك مركز 100% مع الشخصيه اللي بتتكلم. ده غير بقى ان هو بيوري لك العربيه الفيراري والقصر والموديل اللي هو متجوزها والبدله اللي شكله فيها زي الباشا كده والموظفين اللي شغالين عنده، فبالتالي هتوصل في الاوبننج انك بتتخطف كده، وكل ده في اول 3 أو 4 دقايق بس. Yeah, but what? Married people can't have friends? We're not gonna be friends. سكورسيزي كان بيورينا ان ازاي من كتر ما هو جامد بحركه الكاميرا بس هيأثر على المشاهد ويخليه حرفيا يتسحل في المشهد. سكورسيزي استخدم ستايل في التصوير اسمه بلوكينج، والستايل ده هتلاقيه في اغلب المشاهد اللي بتتصور جوه الشركه. والبلوكينج باختصار هو ازاي الاشخاص بتتحرك في المشهد وبتتفاعل كده مع بعض بشكل سلس جدا، كأن كل حاجه عارفه امتى تتحرك بالملي وبتبقى في انسجام تام كده مع بعض، فتخلي المشاهد حاسس بالاجواء والمشاعر اللي في المشهد كأنه هو المشهد بالظبط. See, money doesn't just buy you a better life, better food, better cars, better pussy. It also makes you a better person. يعني انت هتلاقي المشهد ده اتعمل كله في دقيقة واحدة وان تيك،
والغرض منه ان هو يخليك منغمس في قد ايه عالم الشركات والاسهم جامد وجنوني ومليان حوارات. بدأ المشهد بان الكاميرا ماشيه مع ليو وهو بيكلمك عن الوضع القانوني بتاع الشركه وان الضرايب بتنخرب وراه وكده، وخلال ما هو بيتكلم الكاميرا بتجيب ليوناردو والراجل اللي معاه شمال شويه وهما بيبصوا ناحيه الحته الفاضيه اللي هي في اليمين، وده عشان يثير انتباهك فيجي في دماغك هما بيبصوا على ايه. بعدها الكاميرا فعلا بتجاوبك على السؤال. الكاميرا بتلف وبتخش في الحته الفاضيه بتوري لك موظفين الضرايب وهم في المكتب، وليوناردو فاتح عليهم التكييف على ابرد حاجه عشان يتضايقوا ويمشوا بسرعه. في خلال اللفه دي بقى الكاميرا بتخرج تاني من الاوضه، وهي بتخرج الكاميرا بتسلمك المشهد بسلاسه رهيبه جدا. ازاي بقى؟ 1 2 3 4 5 6. بعدها بيطلع لك ليوناردو بكل سلاسه من وسط الدوشه الكبيره دي وبيجي لك في نص الشاشه عشان يبقى هو الشخص الاهم في المشهد وما تتشتتش عنه لحظه، ويكلمك وانت بي او في وكانه بيقول لك اصحى يا باشا انا سبتك هنا ورجعت لك هنا، وانا اصلا كل ده كنت بتكلم معاك انت. الحاجة الأساسية اللي فيلم ذا وولف وول ستريت بيكلمنا عنها هي الجشع. إزاي الإنسان ممكن يوصل لأعلى مراحل الجشع والطمع والأفورة في كل حاجة في الحياة لو الفرصة دي جات له. سكورسيزي في الفيلم ما كانش بس غرضه ان هو يوري لك قد ايه جوردن بيلفورد وصل لاعلى ليفل من كل حاجه في الحياه، لا هو كمان كان عايز يحطك في تساؤل مع نفسك. ازاي بالرغم ان جوردن راجل نصاب ومدمن وحرامي وفي كل العبر انت ما كانش عندك مشكله مع افعاله دي؟ بالعكس انت في لقطات شفت ان هو جامد وذكي كمان، وده بسبب حاجات كتير قوي، منها ان ليوناردو اصلا الدور لايق عليه قوي وجامد كده، وطريقه عرض الفيلم لحياته كانت فاخره جدا كلها فلوس وحفلات وعربيات وحاجات تانية احنا عارفينها. حرفيا هو معاه كل حاجة ممكن اي حد بيتمناها، فمجرد ان انت كمشاهد تبرر ده وتحب الحياة دي وتشوف انها جامدة بنقف هنا. ده ممكن انا تحت الظروف اللي بيلفورد اتحط فيها ابقى زيه عادي. اكبر مثال، مين فينا ما عجبوش طريقة ليوناردو في اللقطة دي وهو بينصب على العميل وبيقنعه بسهم فاشل وخسران اصلا عشان ياخد فلوسه. عموما انا برضو مش عايز اكون متحامل عليه، سكورسيزي برضو مخرج عبقري لان هو شربنا كلنا الطعم. سكورسيزي طول الفيلم كان مهتم بفكره ان كل حاجه تتعرض لك بشكل اوفر عن الطبيعي، حرفيا كل حاجه بتتعمل بافوره ملهاش حل. كميه البنات والفلوس والحفلات والرفاهيه اللي الفيلم كانت فيها كانت كبيره جدا، حتى طريقة عرض المشاهد كانت اوفر، ودي هتلاقيها في مشاهد كتير زي طريقة تحريك الكاميرا في اللقطة دي لما هو كان شارب وراكب الطيارة الهليكوبتر. السلو موشن هنا مثلا وهو بيعرض لك شكلهم وهم بيشربوا والحاجات وهي بتقع والكلام ده. حتى طريقة تمثيل ليوناردو دي كابريو ورياكشناته على قد ما هي كانت اوفر بس بصراحة أثرت عليا أنا شخصيا. طريقته وهو بيكلم الموظفين بتوعه ورياكشنات وشه كانت حماسية جدا، خلتني أنا ذات نفسي أقتنع فشخ بيه والله، اللي هو حرفيا يعني نسيت إن هو بيمثل أصلا. عايز اقولك ان الافوره وصلت ان الفيلم ده اتقال فيه اكتر من 569 شتيمه، رقم كبير جدا. ده حتى في اللقطه دي لما جونا بلع السمكه اللي خلوه يبلعها كانت سمكه حقيقيه. انا عايز اقولك ان الموضوع وصل ان سكورسيزي كان قاصد يأفور في مده عرض الفيلم ذات نفسه. الفيلم مدته 3 ساعات، كتير قوي. Boom. Sell me that pen. Watch. Go on. Would you do me a favor? Why'd you name down that napkin for me? I don't have a pen. Exactly. Supply and demand, my friend. مش عارف اقولها لك ازاي، بس انا وانت صناع الفيلم اتحكموا في مشاعرنا بشكل غير مباشر. سكورسيزي كان قاصد طول الفيلم انه يخليك ما تفصلش عن العالم ده خالص، هو عايزك حرفيا تكون جزء منه كانك دخلت السينما عشت الحياه دي 3 ساعات وخرجت. طيب تعال اوري لك اللعبه دي مشيت ازاي. سكورسيزي اعتمد في الخطه دي انه يخليك ما تفصلش ولا لحظه عن العالم بتاع بيلفورد، والموضوع ده كان مهم قوي. ليه بقى؟ انت لو فصلت في اي مشهد بنسبه كبيره هتاخد بالك ان شخصيه جوردن بيلفورد دي شخصيه اصلا وحشه، فلا ما ينفعش، يعني كده الدنيا هتبوظ. ما سالتش نفسك ليه؟ انت ليه ما فيش ولا لقطه طول الفيلم بيبان لك فيها اي حد من اللي جوردن بيلفورد نصب عليه؟ مش غريبه دي؟ سكورسيزي كان قاصد ما يجيبلكش ولا لقطه واحده لاي حد من اللي اتنصب عليه واتظلموا طول الفيلم، عشان لو انت شفت هم ازاي اتاذوا واتظلموا من النصب اللي حصل لهم ده كان ممكن ان انت تتعاطف مع اي حد فيهم، اللي هو والله ده حرام، يعني هو ليه عمل مع الناس دي كده، فتفصل عن العالم بتاع بيلفورد وترجع للعالم الطبيعي. فعشان كده الموضوع كان كله كلام، مفيش حد فيهم بيظهر. في المشهد اللي ليوناردو دي كابريو كان بيعمل خطاب للموظفين بتوعه، المشهد ده بالنسبه لي هو اجمد واحسن واقوى مشهد في الفيلم كله.
عشان تقريبا بيجتمع فيه كل الافكار في مشهد واحد. ركز معايا في الحته اللي جايه دي. سكورسيزي في المشهد ده بيوري لك التكنيك بتاع جوردن في السيطره على الناس اللي حواليه، وازاي هو بيقنع الناس وبيبيع لهم افكاره عشان يعلوه ويخلوه شخص اغنى. في اول المشهد هتلاقي جوردن بيكلم الموظفين ان ازاي هم لازم يبقوا اغنياء ويوصلوا لاهدافهم، وبيحاول ان هو يخليهم دايما في تحدي انهم لازم يبيعوا. وبرضه هتلاقيه بيتكلم وهو وسطيهم عشان يحسسهم ان هو منهم ويديهم طاقة ثقة عالية. وهتلاقيه برضه بيبص لكل واحد فيهم في عينه بشكل مباشر، وبيشاور بايده قدام كل واحد عشان يبين له ان هو مؤمن بيه، فهو كمان يؤمن بنفسه ويحس ان هو سمسار عالمي مفيش منه. هتلاقيه بيناديهم بان هم كيلرز والمحاربين بتوعه اللي مستحيل يقبلوا ان اي عميل يرفض يشتري او ما يقتنعش بالاسهم اللي هم بيبيعوها له، وانهم مش هيقفلوا التليفون لغايه لما رجع تاني وقال لهم ان مفيش نبل في الفقر، وان هو دايما بيختار الغنى عن الفقر. الحته دي بقى كانت عبقريه. ليوناردو هنا اتحول من ان هو مش بيكلم الموظفين بس، لا ده كمان بيكلمني انا وانت. هتلاقي سكورسيزي حط زاويه الكاميرا وسط الموظفين بشكل بي او في، كأن انت اللي بتبص وبتلف مع ليوناردو كده وهو بيتكلم بشكل اجباري، بيخليني انا وانت كأننا احنا واقفين وسط الموظفين وهو واقف قدامنا كده وبناخد منه الكلام. هتلاقيه بقى بيتكلم كأننا كلنا بقينا في مكان واحد. هتلاقيه بيقول ان اي حد هنا شايف ان شخص سطحي او مادي واللقطة بتنتهي في الآخر بإن كونوا شرسين، كونوا قاسيين، كونوا أجمل ناس بتبيع. المشهد ده بالنسبة لي أي حد ما تأثرش بليوناردو فيه فمن عندي هنا بقول له شابوه يا ابني، والله أنت عالمي. هتلاقي في وسط المشهد ده ليوناردو كان بيقول إنه على الأقل بيواجه مشاكله وهو لابس بدلة ب$2000 وساعة دهب ب$4000 وقام راميها وسطيهم كده. هتلاقي بقى اللقطة دي بتيجي بسلو موشن وايد الناس كلها مرفوعة قدامك كده على الشاشة عشان يوحي لك قد ايه جوردن بيلفورد عرف ان هو يسيطر على الموظفين بتوعه وانهم خلاص اتحولوا زيه بطماعين. سكورسيزي برضو كان عايز يوصل لك فكرة ان اللي عنده مبادئ ومحترم دايما بيعاني والدنيا بتيجي عليه. هو كان عايز زي ما عرض لك فكرة الجشع بشكل غير مباشر يعرض لك برضو الفكرة دي بشكل غير مباشر. وده جه ازاي؟ بان اي حد كان بيبقى خارج دايرة الجشع بتاع بيلفورد او مش شبه العالم بتاعه كان دايما بيطرد بره الدايرة دي وبيتظلم. الموضوع ده برضو خلاني الاحظ ان تقريبا طول الفيلم ما كانش فيه حد بيعارض جوردن بيلفورد في الافعال الغلط اللي هو بيعملها، وده عشان يبان لك قد ايه ليفل الطمع والجشع اللي بيلفورد والناس اللي حواليه وصلوا له كان عالي. الموضوع ده وضح لك في 3 امثله طول الفيلم. مراته الاولى اللي كانت اصلا كويسه وكانت بتحبه وهو فقير وهو مليونير، يعني في الحالتين هي ما اتغيرتش، بس اول لما هي تصادمت معاه في ان ازاي هو بيجيب الفلوس دي كلها قام هو خانها وطلقها وقام رايح متجوز واحده تانية اجمد منها ما عندهاش مشاكل مع ان هو نصاب. الراجل الشرطي اللي كان بينخرب وراه وهو برضه حاول ان هو يكسبه ويحاول يرشيه ويديله فلوس عشان يسكت، بس الشرطي رفض، وده كده كان لازم يحصل بحكم وظيفته ان هو لازم يكون هو الشخص الايجابي اللي بيقبض على الناس اللي زي جوردن دي. لكن هم جابهولك بعد ما رفض الرشوه والفلوس الكتير بتاعت بيلفورد راجع في المترو على اساس يعني ان هو راجل مش معاه فلوس، يعني هو عشان هو عنده مبادئ. الموظف اللي قعدوا يشتموه ويهزقوه وطردوه عشان لابس فيونكه وبينظف حوض السمك، انت محترم يالا ومش قاعد بتسرق لك عميل ولا 2 وقاعد بتنظف لي حوض السمك؟ طب خد Get your shit and get the fuck out of my office, you understand? Get the fuck out! كل ده كان غرضه ان هو يوري لك ان مش كل الناس هتكون حابه انك بني ادم عندك مبادئ ومحترم، لا بالعكس ده ممكن يشوفوا انك اصلا الشخص الوحش اللي فيهم مش هم. اخر 30 دقيقه في الفيلم كانوا هم الدواء بتاع الفيلم. يمكن انا بصراحه على قد ما عجبتني فكره ان سكورسيزي على مدار الفيلم كان عمال يحشي لي فكره ان الفلوس جامده والثراء الفاحش والقصور والعربيات والبنات وكل ده تمام ماشي اتأثرت خلاص، بس هو فعليا جيب كل صدق قال لي ان مش دي الحياه، مش هي دي الحياه اللي ينفع ان حد يعيشها اصلا. هو عرض لك الفكره وعواقبها بعد ما خلاك تحب الموضوع، قال لك لا انت الموضوع مش حلو زي ما انت فاكر، تعالى بقى اوري لك اثار الموضوع. اخر 30 دقيقه بيوضح لك جوردن والثراء الفاحش وصلوا لايه. وصلوا ان هو يكون شخص مش مهتم غير بمصلحته، بقى شخص مادي كل همه الجري ورا الشهوات سواء الفلوس او الستات، وغير كل ده بقى شخص مدمن مش قادر يقف على رجليه. المخدرات خلته يتجنن لدرجه ان صاحبه كان هيموت وهيتخنق وهو لحقه في اخر لحظه. هتلاقيه بيجيب لك جوردن وهو بيضرب مراته وبعدها قام واخد بنته وخطفها وعمل بيها حادثه. هتلاحظ مثلا وهو بيخطف بنته ان بيقول لمراته انت مش هتقدري توقفيني، انت مش هتقدري توقفيني.
فالجمله دي بتبين لك قد ايه هو بقى شخص نرجسي مجنون، شايف ان مفيش حد يقدر يمنعه ان هو يعمل اي حاجه هو عايزها، حتى لو كانت الحاجه دي هي خطف بنته اللي هي حاجه غبيه يعني. والموضوع ده بصراحه خلاني احس ان في حاجه غريبه، هو ليه كان داخل يخطف بنته مع انه هو طول الفيلم ما كانش مهتم اصلا بفكره العيله ومراته وبنته والكلام ده. انت اصلا طول الفيلم مش هتلاقيه مثلا بيلعب مع بنته في ولا لقطه، طول الفيلم هو عمال بيكلمك عن الفلوس وعن قد ايه هو جامد، ما جابش سيره بنته ولا العيله اساسا. فهنا الموضوع واضح فشخ، هو حس ان مراته بتاخد بنته منه، فهو تحدي بقى اللي هو ايه، انا مفيش حد ياخد مني حاجه، مفيش حد ينفع يقول لي لا. جوردن كان ممكن يوقف سرقه ونصب لما وصل ان هو كان معاه 22 مليون دولار في البنك، $22 million in 3 fucking hours! لكن الجشع والطمع ما خلوش يوقف، ووصله في الاخر ان هو يتقبض عليه واتحكم عليه ب4 سنين سجن، لكن هم قعدوه 22 شهر بس عشان هو اعترف بكل حاجه واعترف مع الناس اللي كانت معاه وكده، وقال ان هو يعني هيطلع وهيرجع كل الفلوس للناس اللي سرقها، واللي هو اصلا لغايه دلوقتي هو بيدفع في الفلوس دي اساسا. من الحاجات الروشه قوي اللي عجبتني الصراحه وكنت عايز اقولها لك بس ما لقيتلهاش مكان في السكريبت، ان هم جابوا جوردن بيلفورد الحقيقي في اخر الفيلم، يعني حسيتها الصراحه حركه حلوه قوي. بس كده الفيلم ده من اقوى افلام ليوناردو وسكورسيزي، يعني انا بجد بحبه قوي، لو انت لسه ما شفتوش انصحك جدا انك تتفرج عليه، بس تكون اكبر من 18 سنه يعني، وبرده اتفرج عليه قط، يعني كده كده اللقطات اللي فيها قلع وكده مش هتفيد قوي انك تتفرج عليها، يعني هي كانت افوره اصلا. تمام، ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه، ولو عايز نتكلم عن فيلم معين اكتب لي في الكومنتات او ابعت لي على الانستجرام بتاعي، بقعد ادردش هناك يعني، تعالى كده هتحبني ما تقلقش. كان معاكم عبد الله لالا، سلام.